السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الحليب، الكيكة التركية تريليتشا، وعندنا في مصر هنا مسمينها القشطوطة. هنعملها بطريقة سهلة جدا، هنعملها بطريقة كيكة الحليب الساخن، طريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل مع بعض أحلى كيكة الحليب بالكراميل بالكريمة، حاجة كده تحفة. غالية بره جدا، وبتتباع القطعة فيها ب45 جنيه. طب وعلى ايه؟ يلا بينا نعملها مع بعض وبأقل التكاليف. ودلوقتي أول حاجة هنبدأ بيها هنعمل الكيكة. أول حاجة معانا هنا 4 بيضات و2 باكت من الفانيليا، هنضيفهم على بعض. وبعد كده هننزل بكوباية كبيرة من السكر، ونص كوباية من الزيت، ونضرب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها كده بمضرب الكهرباء. ولو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي الخلاط او المضرب السلك. بس اهم حاجة ان احنا نضرب البيض كويس جدا مع السكر لحد ما تبصي تلاقي كده البيض بقى لونه افتح معاكي كده بقى لونه ابيض. دي اهم مرحلة في عمايل الكيك عشان يطلع معاكي هش جدا، وفي نفس الوقت تحصلي على كيكة لونها فاتح. فانتي اضربي على مهلك كده وبراحتك، ما تستعجليش. اضربي كده، خد معاكي من الوقت 5 دقايق 10 دقايق زي ما ياخد. بس اهم حاجة دي المرحلة الوحيدة اللي ما ينفعش تكروتي فيها. شوفي مع الوقت كده، شايفة اللون بقى فاتح معانا خالص ازاي؟ اللون بقى كريمي معانا، وده المطلوب. ودلوقتي هنزل بكوبايتين كبار من الدقيق، وطبعا تكوني نخلاهم في الاول عشان طبعا نحافظ على الهشاشة بتاعة الكيكة. والكوباية اللي استخدمتها في عيار السكر هي نفسها اللي استخدمتها في عيار الدقيق. وبعد كده هنزل بمعلقتين صغيرين من البيكنج باودر، واضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده بنجيب المضرب بقى اليدوي ونقلب بقى كل المكونات كده نخلطها مع بعضها. وانتي بتقلبي كده في الاول بالراحة كده عشان الدقيق ما يتنطورش معاكي، والتقليب يكون في اتجاه واحد عشان ما تطلعيش الهواء اللي احنا دخلناه في قلب البيض. كل ما بتحافظي عليه كل ما الكيكة بتطلع معاكي مرتفع اكتر. ودلوقتي هنجيب كوباية الحليب اللي هنضيفها للكيك. معايا هنا كوباية من الحليب، هضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة، وارفعهم على النار واستنى لحد الحليب ما يغلي. وكمان الزبدة هتكون ساحت معانا. في الوقت ده هناخدها بقى من على النار كده وننزل بيها على الخليط بتاع الكيك. وعايزه اقولك ما تقلقيش خالص من الحليب عشان هو سخن، البيض كده كده احنا حطيناه في الاول، فما تقلقيش مش هيحصل له اي حاجه خالص. وقلبي كده في الاول بالراحه لحد ما العجينه تمتص الحليب كله. وبعد كده شايفه بيبقى مستواها حلو جدا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره اتمنى ينورنا بالاشتراك. ودلوقتي هنجهز القالب اللي هنسوي فيه الكيكه. معايا هنا القالب مقاسه 40 في 22. اديت له مسحه من الزيت، وبعد كده بطنته بالدقيق زي ما انت شايفه كده. وممكن تستبدلي الخطوات ديت بانك تحطي ورقه زبده. ولو عايزه الكيكه تكون مرتفعه اكتر ممكن تعمليها في صينيه اقل. وبعد ما نزلنا بالخليط بتاع الكيك هتجيبي بقى خله كده او عصايه من بتوع الشيش طاووق، وتمشي رايح جاي كده على العجينه، بتطلعي منها الفقاقيع بتاعه الهواء عشان تبقى مفرغه كده، ما يبقاش فيها اي ثقوب كده بعد ما تستوي. ودلوقتي هندخلها الفرن على درجه حراره 180. هتاخد معاكي حوالي ساعه الا تلت، بس ما تدققيش قوي في الوقت لان ممكن يختلف من فرن للتاني. يعني ممكن تقعد معاكي ساعه الا ربع. وبعد ما عدى ساعه الا تلت انا كده جبت الخله كده واختبرتها من النص كده. يعني المكان اللي في النص دوت هو افضل مكان تختبري منه الكيكه عشان هو اكتر مكان بيتاخر في التسويه. فبعد ما اختبرناها كده لقيناها ما شاء الله الخله طالعه كده نظيفه ما فيش فيها اي حاجه، يبقى كده الكيكه بتاعتنا استوت. طبعا احنا ما ولعناش الشوايه خالص، احنا سيبناها خدت معانا لون بدرجه حراره الفرن. ودلوقتي بعد ما خرجت هناخد بقى الوش كده اللي على الكيكه من فوق، الطبقه الرقيقه خالص دي هنشيلها خالص. فدلوقتي انا هقشر الكيكه كلها كده زي ما انتم شايفين. فهقفل الكاميرا عشان خاطر ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. ودلوقتي معايا 3 كوبايات من الحليب
هنزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر واقلبهم كده. وطبعا الحليب معايا هنا بدرجة حرارة الغرفة، تمام. والكيكة لسه طبعا طالعة معانا من الفرن، يعني الكيكة سخنة يا دوبك قشرت الوش بس بتاعها. هقلب السكر في الحليب وانزل بالحليب كده على الكيكة. هتنزلي بالمقدار بتاع الحليب كله، حتى لو انت حاسة انه زيادة اصبري عليها شوية، كل ما تسيبيها هي هتشرب الحليب اللي انت اضفته لها كله. ال3 كوبايات كانوا مناسبين جدا لصينية الكيكة. ودلوقتي معايا هنا ازازة فيها مية ساقعة كده، يعني هي كانت لسه هتجمد، يعني شايفة فيها تلج اهوت لسه، دي كنت حطاها في الفريزر من اول ما بدأت عشان اعمل بيها الكريمة. فدلوقتي هنزل بشوية صغيرين كده من المية، ومعايا كوبايتين كبار من الكريمة. دي كريمة خام من غير سكر، يعني مش محلى. هنزل بيهم واضيف لهم معلقتين كبار من السكر. انت لو عايزة تزودي سكر اكتر مفيش اي مشكلة، بس انا مش حباها انها تبقى مسكرة قوي. ودلوقتي بالمضرب هنقعد نضرب كده في الكريمة لحد ما تتقل معانا. وبالنسبة للمية هننزل عليها بالتدريج حبة حبة كده لحد ما تلاقي القوام تقل معاكي. ولو عايزة تختبري القوام بتاعها عشان تعرفي اذا كان مظبوط ولا لا، بترفعي كده بالمضرب سنة كده، بعد ما بتبطلي بترفعي الكريمة كده لفوق. لو لقيتي الكريمة ما نزلتش تاني يبقى كده القوام بتاعك مظبوط. اهي بتعمل معاكي منقار كده، المنقار ده ما بينزلش تاني يبقى كده مظبوطه. دلوقتي هناخد الكريمه بقى وننزل بيها على الكيكه. هنزل بالكريمه كلها على الكيكه. طبعا لو بتحبي طبقه الكريمه اقل من كده هتحطي نص الكميه، يعني ممكن تعملي كوبايه واحده من الكريمه، ما تعمليش كوبايتين. اما لو حابه الكريمه تبقى عاليه معاكي فاستخدمي كوبايتين من الكريمه. انا هنا نزلت بالكريمه كلها وسبت معلقتين بس كده عشان خاطر ازوقها بيهم في الاخر. بعد ما تنزلي بالكريمه بتسويها بقى كده على وش الكيك. انا هنا جيت اسويها بالسباتولا بالمعلقه، فما نفعتش خالص معايا، فحاولت بكل الطرق ما نفعتش. في الاخر جبت البطاقه الشخصيه غسلتها وسويت بيها الكريمه، وما شاء الله طلعت معايا زي الفل. فعشان خاطر لو حد ما عندوش حاجة يستخدمها ممكن تستخدمي زي ما انا استخدمت كده. اظن البطاقة موجودة في كل بيت. ودلوقتي هدخل الكيكة في التلاجة لحد ما اجهز الكراميل. ودلوقتي جبت قلاية كده وحطيتها على النار، ويا ريت لما تيجي تعملي الكراميل تعمليه في حاجة فاتحة عشان خاطر تقدري تاخدي بالك من الكراميل وهو بيستوي. ونزلت بكوباية كبيرة كده من السكر، وهسيبها بقى كده على نار متوسطة بدون اي تدخل مني، يعني ولا هقلب بالمعلقه ولا هاجي ناحيتها خالص لحد ما الاقيها بدات تتكرمل معايا. واول ما تبدا تحمر كده من الاحراف بتاعتها همسك القلايه كده وارجعها كده بالراحه كده زي ما انت شايفه كده، تقليبه خفيفه كده منها فيها. هتبص تلاقيها بيبدا كده ايه يتكرمل بقى كله كده واحده واحده. في الوقت ده هبدا بقى استخدم المعلقه واقلب بقى الكراميل كده. كل ما بتقلبي السكر كده كل ما بيكرمل بقى بزيادة معاكي. واول ما يكرمل كله بالشكل اللي قدامك ده هننزل عليه بمعلقة كبيرة كده من الزبدة. لو عندك سمنة ماشي، عندك اي نوع زبدة، يعني مش شرط زبدة معينة، كله شغال. وبعد معلقة الزبدة مسحت معانا كده هنزل بكوباية من الحليب. الحليب معايا هنا كان دافي، يفضل ان هو يكون سخن عشان خاطر الكراميل ما يتكتلش معاكي ويغلبك في الذوبان. فلما بيكون اللبن سخن هيدوب معاكي بسرعة. ونصيحة مني ليكي بقى بعد كده لما تيجي تعملي الكراميل اعمليه في حاجة غويطة عشان ما تعرضيش الموقف اللي انا تعرضت له ده. يعني شايفة حصل هنا فوران لدرجة ان هو كان هيفور وينزل على البوتاجاز، فالحمد لله هو يدوبك فار ورجع تاني مكانه. هنا بقى هنقلب كده الكراميل عشان خاطر هو اتكتل معانا، هنقعد نقلب فيه كده لحد ما يسيح خالص. كل ما بتقلبي كل ما بيسيح معاكي. هقول لكم على معلومة كده يا امارات. دلوقتي كتير مننا لما بيجي يعمل الكراميل بيقولوا انه بيحبب معاهم. شايفة الرغوة اللي عايمة على وش الكراميل دي؟ الرغوة دي من القشطة، القشطة بتاعت الحليب اللي احنا اضفناه. انا ضايفة هنا حليب كامل الدسم، فالقشطة اللي عايمة على الوش دي فهي دي السبب في ان الكراميل تلاقيه عمل معاكي حبيبات كده موجودة فيه بعد ما بيستوي.
بس هي ما بتأثرش على الكراميل في اي حاجة خالص، ولا في الطعم ولا في الاستخدام ولا في اي حاجة خالص. ولو انت حابة تتخلصي منها عشان خاطر الشكل العام مثلا ويبقى شكله ناعم واملس كده معاكي، مفيش اي مشكلة. هقولك على الحل دلوقتي، بس بعد ما نضيف الاضافة الاخيرة. جبت ربع كوباية كده من المية وضفت ليها معلقة كبيرة من النشا ودوبتهم مع بعض ونزلت بيها على الكراميل مع التقليب المستمر. طب دلوقتي هتعرفي ازاي ان الكراميل استوى؟ هتمسكي المعلقة كده وتعملي خط كده على المعلقة. لو الخط فضل زي ما هو مفتوح كده يبقى الكراميل اللي معاكي استوى. اما لو لم تاني على بعضه يبقى كده الكراميل لسه محتاج شوية تسوية معاكي. ودلوقتي عشان التخريزة تروح من الكراميل بتجيبي الهاند بلندر وبتضربيه كده، هتبصي تلاقي الكراميل ناعم معاكي خالص وما عادش فيه اي حاجة. وطبعا لو ما عندكيش الهاند بلندر ممكن تضربيه في الخلاط. ودلوقتي طلعنا الكيك من التلاجة ونزلنا عليه بالكراميل. وطبعا ما بننزلش عليه بالكراميل وهو سخن، بنستنى لحد الكراميل كده ما يبرد معانا، عشان لو نزلنا بالكراميل وهو سخن على الكريمة هيسيحوا ويندمجوا مع بعض. فلازم يكون الكيك طالع من التلاجة والكراميل يكون برد معانا. ودلوقتي هجيب معلقتين الكريمة اللي كنت شايلاهم على جنب. عندك بقى اي كيس صغير كده بتحطي فيه الكريمة، يعني هنا معايا كيس تلاجة حطيت فيه الكريمة وعملت له ثقب كده من الجنب، وبدأت بقى كده اعمل خطوط على الكراميل. وبعد كده بتجيبي الخلة وبتمشي بيها خطوط رايح وبعد كده خطوط راجع عشان تطلع معاكي مظبوطة، بلاش تروحي وترجعي في نفس الوقت، وبتطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه قدامك ده. تقدري بقى تدخليها التلاجة وتسيبيها شوية وبعد كده تقطعيها عشان خاطر تطلع معاكي مستوية كده وجميلة. ويا ريت وانتي بتقطعي كده يكون معاكي منديل تمسحي بيه السكينة ما بين تقطيعة والتانية. ودلوقتي يلا بينا كده نطلع قطع مع بعض. بسم الله. انا كنت متخيلة اول قطعة تطلع دي مش هتطلع مظبوطة، لكن ما شاء الله طلعت زي الفل. ما لحقتش اصورها فهنطلع قطعة تانية غيرها. شايفة الجمال؟ اهو ده بقى اللي بنقول عليه الجمال عدى الكلام. غرقانة في الكراميل. ومش بس كده، وشاربة كمان من الحليب. بصي كده، شايفة الحليب بيطز منها ازاي؟ حاجة كده فوق الجمال. وشايفة المسام بتاعتها جميلة خالص ازاي؟ حاجة كده بجد رائعة، اجمل كتير من اللي بتشتريها من بره. وقال القطعة ب45 جنيه. طب احنا عملنا صينية فيها 12 قطعة يعني بحوالي 500 جنيه، يبقى احنا وفرنا ودبرنا ولا لا؟ يبقى دوت انت ممكن تعمليها مشروع ليكي في البيت، هتكسبي ما شاء الله كتير، والصينية ما كلفتناش 100 جنيه. يبقى كده اوفر ولا لا؟ ما شاء الله المقادير مظبوطة وطلع معانا ناجحة من اول مرة. وشايفة الارتفاع بتاعها والكريمة والكراميل طالعين مظبوطين جدا وكل حاجة متماسكة. يعني ما شاء الله انت هتعمليها من هنا والكل هيقولك محل ابو لبن جه عندنا. تسلم ايديكي يا ست الكل. حاجة كده دايبة دوب وفي اللبن شربة وغرقانة وفي صوص الكراميل شبعانة وبألف هنا وشفا. واشوفكم على خير الفيديو الجاي واترككم في حفظ الرحمن.